بسم الله الرحمن الرحيم. هو باين طبعا من الكابتن توفيق ان هو لو كنا شفناه في قنوات عامه ما نقدرش نتكلم عليه خالص، علشان دي قنوات عامه ولا تخص الزمالك ولا الاهلي اللي هم اقوى قطبين كوره في الوطن العربي. لما يطلع في قناه الاهلي اذا يبقى هو اهلاوي، يبقى لازم يمشي من اللجنه. تخاريف جمال عبد الحميد والزملكاويه ضد توفيق السيد، وليه بنكافئ فيوتشر وتمثيليه الزمالك ولجنه الحكام. موقف عظيم من الاهلي مع جمهور الاتحاد. انا لو هو طلع في طلع في اتن، طلع في اي قناه في الفضائيه المصريه، اي قناه، هنقول ماشي دي قناه عامه لازم يتكلم لان براحته. لما يطلع في قناه فئويه ويتكلم بالكلام دوت ويقول لك لا لا الهدف صح واللي على الاهلي لا غلط لان ما شفناهاش، اذا ده واضح ان هم جايبينه عشان اهلاوي، واكيد متوعد ان هو بعد ما يبطل في لجنه الحكام اكيد هيشتغل في القناه، فمتوعد، فطالما متوعد خلاص يبقى كل حاجه اهلاوي. ايه الموضوع؟ ايه انت الخزعبلات شباب دي؟ اعمل انت ازاي لايك بتحكم واشتراك. على الراجل ان هو اهلاوي عشان بس طلع في قناه الاهلي بقى اهلاوي؟ طب هو طلع في قناه الاهلي امتى؟ لما بقى رئيس لجنه حكام، لما بقى نائب رئيس لجنه الحكام. ده انت اصلا خليته نائب وهو مش نائب، الراجل يعتبر في لجنه الحكام. طلع على قناه الاهلي امتى؟ قبل ما يمسك، قبل ما يبقى في لجنه الحكام. انتوا عاوزين بس ايه يعني؟ تجيبوها بالباطل، سواء انت او خالد لطيف. تقولوا توفيق السيد طلع قناه الاهلي، مش طلع قناه الاهلي امتى؟ هو ما كانش عضو في لجنه الحكام. لكن انتوا قلتوا كده، قلتوا توقيت ظهوره، قلتوا هو طلع امتى في قناه الاهلي. ثم تاني حاجه بتقول ايه؟ طالما طلع في قناه الاهلي يبقى هو اهلاوي، ويبقى متواعد ان هو يطلع في قناه الاهلي يحلل الحالات التحكيميه بعد ما يخلص. يبقى ما ينفعش يبقى في يا سلام. عرفت منين ان الاهلي وعده؟ عرفت منين ان الاهلي وعده؟ ثم ياسر عبد الرؤوف نفسه زملكاوي وطلع قناه الاهلي، ومجرد ان حد يطلع على قناه الاهلي خلاص كده يبقى هو اهلاوي. طب ما كده بقى طه بسري كان اهلاوي، حلمي طولان كان اهلاوي، فاروق جعفر اهلاوي. انتوا شاكين في فاروق جعفر فعلا. لما قناه الزمالك الفئويه اللي زي ما طلع في النادي الاهلي تتصل بيه تقول له عايزين نستفسر منك على بعض الحاجات، مش هنحرجك هنستفسر بس، وما تقدرش ترد او تقول انا ما بطلعش، لا انت طلعت وطلعت كتير، وقناه الاهلي كمان مش قناه ثانيه، زائد انت لقيت كل القنوات اللي هي بتهاجم نادي الزمالك. يبقى انت ايه؟ ما انت ما تطلع في كل قناه بتهاجم نادي الزمالك يبقى اهلاوي. وازاي اتحاد الكوره واحد اهلاوي يدير الحكام في مصر؟ ازاي؟ احنا ما نعرفش جمال الغندور اهلاوي ولا زملكاوي، ما نعرفش عصام عبد الفتاح زملكاوي ولا اهلاوي، ما نعرفش، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش. حد فيكم يعرف عصام عبد الفتاح اهلاوي زملكاوي ولا اهلاوي؟ حد فيكم؟ طب وانت كمان تعرف منين توفيق السيد زملكاوي ولا اهلاوي؟ ولا عشان بس طلع مره على قناه الاهلي؟ طب ما بالمنطق بتاعك ده لو هو كده عمالين نوزع التهم على الناس، لا عصام عبد الفتاح زملكاوي، لانه دايما كان بيدافع عن الحكام اللي بتغلط مع الاهلي. كان خلى هدف فيرسي تاو يقول لك لا الهدف تسلل صحيح، الكره بتاعت امين عمر قال لك روح الفار. يبقى كده عصام عبد الفتاح زملكاوي بالمره بقى. ما انت عملت ماشي، عمال توزع الاتهامات. برضه تاني التضليل ان الراجل طلع في قناه الاهلي امتى؟ قبل ما يبقى في لجنه الحكام، وده عادي جدا. ايه المشكله؟ طيب الراجل بتاعكو رئيس عبد الرؤوف كان بيطلع فين؟ كان بيطلع في قناه النادي الاهلي، وكذا حد طلع في قناه الاهلي. كلامك فوق راسي يا كابتن توفيق، لكن انت نفسك ما بتعملوش. انت بدايه كلامك قلت الاعتراف بالخطا هو بدايه الاصلاح. انت ده كان بيهاجم بقى ساعتها الكابتن عصام عبد الفتاح، انما اعترافك انت بالخطا فين وانت بقيت عضو؟ يا اخي اعترافك انت بالخطأ فين؟ ده انت قلتها بعظمة لسانك، مش عارف تسبق الكذبة. بتقول ان هو كان بيهاجم عصام عبد الفتاح. اذا توقيت ظهور توفيق السيد على قناة النادي الاهلي مع سامح حسني في برنامج الاشبال كان وقت تولي عصام عبد الفتاح. اذا توفيق السيد ما كانش ليه صفة، ما كانش في عضو في لجنة الحكام. يبقى عادي ان هو يظهر في اي قناة، يظهر في الاهلي، يظهر في ميلودي هيتس، يظهر في ام بي سي 2، يظهر في اللي عاوز يظهر فيه، هو حر. لكن لما الراجل مسك في لجنه الحكام ما بقاش يظهر في قنوات فئويه. بس الموضوع موضوع سهل وبسيط. انتوا بقى عاوزين تلبسوا الموضوع في الراجل. الحق ده ظهر في قناه الاهلي وما ظهرش في قناه الزمالك. ظهر امتى في قناه الاهلي؟ لما كان عضو لجنه الحكام؟ لا. يبقى انتوا كده عاملين ايه؟ عاملين حكايه وعاوزين تسبقوها. عاوزين بقى كل اللي بيتفرج على الفيديو يا ريت يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناه. واللايك مهم يا جماعه عشان الفيديو ينطلق. واللايك يعني مش بنقطع من اللحم الحي، واحنا اهلاويه زي بعض، والاهلاوي لازم يدعم الاهلاوي اللي زيه عشان صوتنا يوصل. ماشي. الموضوع الثاني بتاع لعبه الزمالك ولجنه الحكام. حاسس كده خير اللهم اجعله خير ان في طبخه بتطبخ. ايه هي؟ قال لك السنتين اللي فاتوا احنا كسبنا الزمالك الدوري، وكسب بالاخطاء التحكيميه. طيب الاهلي طلع كذا بيان، والاهلي عمل كذا خطوه، لكن لا حياه لمن تنادي. طب وبعدين الزمالك لو كسب السنه الثالثه على التوالي وبرضه باخطاء تحكيميه شكلها مش حلو. ولو ان يعني ايه مش بيتكسفوا، بس مش دي القصه. لو نلاحظ الزمالك ما كانش بيشتكي خالص من التحكيم في السنتين اللي فاتوا. ولو نلاحظ ان الاهلي برضه اتظلم بالتحكيم في ماتش فيوتشر، واتظلم بالتحكيم في ماتش تاني كان ماتش سيراميكا. يعني في كذا ماتش الاهلي اتظلم بالتحكيم. فانا حاسس ان هم هيبداوا يعملوا ايه؟
طبعا الزمالك يستاهل ان هو يتغلب في ماتش اسوان، ويستاهل ان هو يتغلب برضه في ماتش الداخليه، ماشي. والجون اللي جابه اصلا ما كانش كوره، عشان بس ما حدش يقول لك اصل في ضربه جزاء، لا، واصل الزمالك دخل فيه جون كان اوفسايد، لا ما كانش اوفسايد، والقانون واضح وصريح. المهم اللعبه بقى دلوقتي ان احنا طب هنعرض الزمالك لكام حاجه كده، يعني نعرضه لكام خطا كده، لان لو تلاحظ محمود ناجي ده زملكاوي اساسا، امين عمر ده يعني شفنا منه الويلات، فبالتالي دول مش اهلاويه ولا حاجه، والاهلي ما فيش ولا حكم، وقلناهم بالاسامي ما فيش ولا حكم ما بيظلمش الاهلي، من اول البنا لحد محمود ناجي دوت، ووائل فرحان ومش عارف ومين ومين حتى بتوع الفار، قصه حتى اسمه ايه دوت لما جه مارشينياك العالمي حصل له هاكر ولا ايه وغلط كام غلطه. فالخلاصه ان الزمالك يحصل له ايه كام خطا كده، ويبداوا هم طبعا عارفين الصياح بتاعهم بيعمل ازاي، احنا بنتظلم عاوزين يضيعوا مننا الدوري. لاحظوا ان دلوقتي قال ايه، شوف كمال عبد الحميد يقول لك في مؤامره ضدنا من التحكيم عاوزين يخسرونا الدوري، عبد الحليم علي في مؤامره ضد الزمالك بالتحكيم عاوزين يخسرونا الدوري، يطلع برضو كل اللي بينتموا للزمالك التحكيم وقف قدامنا، وكان لينا مش عارف كام 30 ثانيه في ماتش ايه، وكان في ايه، وعلى الناحيه الثانيه بص بيعملوا ايه مع الاهلي، وبص اذا نبدا نعمل ايه، نبين بالهيصه اللي احنا بنعملها طبعا، يعني الاعلام الزمالكاوي منتشر دلوقتي زي السرطان، فنبدا ايه ده الزمالك مظلوم، ده الزمالك حقه متاخد، ده الاهلي بيتجامل تحكيميا، الاهلي بيتجامل تحكيميا، ده اللي هو اصلا مظلوم السنه دي. وبعدين لما يحصل الهيجان دوت، ويحصل في كذا ماتش ان هم يبداوا يعملوا لهم كام غلطه كده ولا حاجه، يبدا لما الاهلي يتظلم في التحكيم ما حدش يتكلم، يقول لك الله ما الظلم على الزمالك وعلى الاهلي، ده الموضوع فيه حياد، لا الحكام مش بيقصدوا ولا حاجه، ده الاهلي بيتظلم والزمالك بيتظلم، فيبدا الاهلي هو اللي ينظلم والزمالك ما يتظلمش في الاخر، في الاخر الزمالك ياخد الدوري، بس خده بطريقه ايه، بطريقه ذكيه، اللي هي ايه، لا مش زي بقى السنتين اللي فاتوا اظلم 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 في الاهلي، جامل 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 في الزمالك، لا المره دي ايه، يبقى جامل الاهلي في حاجه واظلم الزمالك في حاجتين ثلاثه، وارجع بعد كده اظلم الاهلي، اظلم الاهلي واظلم الزمالك حاجه صغيره، وبعد كده اظلم الاهلي، اظلم الاهلي واظلم الزمالك حاجه وفي الاخر خالص التوتال ان الزمالك يبقى هو اللي اتجامل والاهلي هو اللي اتظلم كتير، بس الاهلي ساعتها ما ينفعش يتكلم، عشان خاطر هو ايه، عشان خاطر هيقول لك الموضوع عليا وعليك، الموضوع مش انت لوحدك بس، الزمالك كمان اتظلم. ده الخوف، ده الخوف، ولو اتعملت كده هتتعمل بمعلمه شديده، بمعلمه شديده. نيجي بقى لحاجه تانية اللي هي احنا ليه بنكافئ فيوتشر الاهلي اداله لعيبه كتير جدا، سواء اداله لعيبه اعارات، سواء اداله لعيبه بيع مباشر، يعني الاهلي كان يعني يعتبر نص فرقه فيوتشر كانت من الاهلي. طيب كلام بقى على فيوتشر وغير فيوتشر، يعني حتى الانديه التانية زي اتحاد سكندري او سموحه او كل الانديه دي، هو احنا ليه بنرخص لعيبتنا؟ يعني احنا ليه، يعني هو الاهلي ده عنده لعيبه كسر، ده انت التدريب في الاهلي كانك بتلعب ماتشات مع الفرق التانية، مجرد بس تتدرب في الاهلي. ليه احنا مثلا لما نيجي نطلع لعيبتنا، اللعيبه الانديه عايزه تاخد مننا اللعيبه ببلاش، يقول لك انا هتحمل الراتب بتاعه بس، يا سلام، طب وقيمه الاعاره؟ لا، طب تيجي تشتري لعيب من عندهم 40 مليون 30 مليون، الله، طب واحنا ليه لعيبه؟ يعني انا عايز اعرف، يعني واحد يعني زي محمد رضا بوبو، مين بقى محمد رضا بوبو؟ ايه قيمته يعني؟ حجمه كام في الترانسفير ماركت؟ بتتصارع عليه انديه انجلترا واوروبا؟ لعيب ممكن يكون كويس، ممكن يكون كويس، الاهلي عايز 40 مليون 50 مليون، عمر كمال عبد الواحد حلو وكويس مفيش مشاكل، بس برضه مين يعني؟ ديفيد بيكهام كام؟ لا مش هنستغنى عنه اصلا، الله. طيب محمد محمود هناخده وندفع لكم الراتب بتاعه اعاره، ماشي ببلاش، عاوزينه ببلاش، احنا هنريحكم من الراتب بتاعه، يا سلام، الله. ليه برضه الاتحاد سكندري مروان عطيه، مين مروان عطيه كمان؟ مين حتى لو بعد كده بقى ابو تريكه، بس مين دلوقتي مروان عطيه؟ قيمته ايه دلوقتي يعني؟ جايب كام جول يا جماعه؟ ده احنا جايبين مروان عطيه مكان عمرو السوليه، بص عمرو السوليه اخر ماتش عامل ايه واخر ماتشين عامل ايه، وشوف عمرو السوليه جاب كام جول وجاب جوان في مين وفي انهي ماتشات، راجل جه في دوري ابطال افريقيا في النهائي. مروان عطيه بقى في حياته كلها جايب جون واحد، في حياته جايب جون واحد، عمل كام جون، صنع كام جون، تقريبا 6 جوان او حاجه زي كده في 3 سنين ولا 4 سنين، ايه يا جماعه ده؟ كام بقى؟ عايزين 25 مليون وكام واثنين لعيبه اعاره، يا سلام يا سلام يا سلام، 25 مليون واثنين لعيبه اعاره. لو قلت اعاره كل واحد معلش هيبقى بقول لك سنه ونص، مش بقول لك اعاره يعني 6 شهور،
سنه ونص اعاره في 2 لعيبه، ما تعملش مثلا الاثنين 6 مليون. يعني انا كده اشتري مروان عطيه ده ب 31 مليون، خليها يا عم 5 مليون يبقى 30 مليون. ليه 30 مليون في مروان عطيه؟ بتاع ايه يعني؟ مين يعني هازارد، دي بروين؟ فاحنا ليه بنعمل كده في لعبتنا؟ وليه بنكافئ انديه بتتمنع علينا؟ يعني في انديه بتتمنع علينا ما بتقدرش تدينا لعيبه. فيوتشر خذلنا مرتين، خذلنا في الانتقالات الصيفيه اللي فاتت، بوبو وعمر كمال واحمد رفعت، في كذا لعيب الاهلي كان عاوز ياخدهم منه وما رضيش، وانا كنت بديله لعيبه. الحاجه الوحيده اللي عملها معانا ادانا محمد عبد المنعم قطع اعاره وبدينا له مكانه، يعني مش مجبي علينا. دلوقتي هو عايز محمد محمود لا ما نوافقش لمحمد محمود، ما نوافقش لمحمد محمود ان هو عاوز يروح فيوتشر عشان فيوتشر. لا ما توافقلوش، ما توافقلوش. ما ده سوق وهات وخد. ولما نطلع عيب بفلوس. حتى الشباب بتوعنا دول لازم نطلعهم بفلوس يا جماعه، ما طلعوش ببلاش. اخيرا موقف عظيم من النادي الاهلي مع جمهور الاتحاد السكندري. الاهلي تنازل عن حقه في ان هو مثلا مباراه السوبر اللي كانت في السله اللي حصل فيها ضحايا الاتحاد السكندري واصابات الجمهور بتاعته، كان ممكن مثلا تتعاد تاني او تتلعب تاني. لا الاهلي قال انا بتنازل عن اي حاجه زي كده، ومبروك للاتحاد السكندري ويفوز بالكاس تقديرا للاصابات اللي عند جمهوره وكده. طبعا في ناس ممكن تصطدم الملائكه وتقول لك الاهلي عمل كده عشان يعني يهدي جمهور الاتحاد وغضب جمهور الاتحاد عشان مروان عطيه هيروح. لا هو مفيش غضب ولا حاجه. جمهور الاتحاد السكندري مش من النوعيه بتاعت يعني مش جمهور المصري البورسعيدي او جمهور الاسماعيلي. عادي محمد مصلحي جايب لهم لعيبه قبل كده وعامل حاجات كويسه وبيصرف يعني. فجمهور هناك مش اللي هو الجمهور اللي يعني يغضب من ان اللعيب يتباع. يعني تاني حاجه اللعيب ده مش هيتباع ببلاش، هيتباع بفلوس. تالت حاجه هتاخد قدامها اعارات. كده كنت هتبيعه للزمالك او هتبيعه للبيراميدز، ما جاتش على ارمط يعني وهتعمل جت على الاهلي وهيزعلوا وهيغضبوا. بالعكس المفروض اصلا العلاقات بينه وبين الاتحاد كويسه، وجمهور الاتحاد المفروض ان هو علاقاته كويسه من الاهلي. واسكندريه اصلا اغلبها اهلاوي، يعني يا بتشجع الاتحاد يا بتشجع الاهلي، ما فيش اصلا حاجه هناك غير كده. ف يعني الاهلي عامل موقف نبيل. يعني دي الرياضه، ومن اجل ذلك يعني اتعملت الرياضه، وده التنافس الشريف، وموقف جميل جدا من الاهلي. يعني يبرز قد ايه عظمه الاهلي، وقد ايه اللي بيقول لك لا الاهلي ما عندوش مبادئ. هي دي الحاجات اللي احنا بنقولها. مبادئ بقى مش مبادئ، سموها مبادئ، سموها تقاليد، سموها اللي سموه احمد على اسم جده. المهم ان في حركات الاهلي بيعملها ما بيعملهاش حد غير الاهلي. واسمعوا لي لحد هنا، انتم اعظم جمهور واعظم نادي. بشكركم ونتقابل في لقاء جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.